الآن أنا بديش أسوي النوعين. يعني الحليب عبارة عن لتر حليب بنضيف له 3/4 كوب من السكر مع 3/4 كوب من النشا والقليل من ماء الورد، بغليهم بصبهم بهاي الكاسات وبتركهم حتى ايش؟ يبردوا. تمام. الآن عندي على الجانب الآخر بسم الله الرحمن الرحيم بنضيف عصير البرتقال. هذا عصير طبعا فيكم تستخدموا عصير برتقال طازج. هون بنضيف السكر وبنضيف النشا، بس في شرط هون. لازم احنا اول شيء نضيفه على البارد حتى يروح طعم النشا لما يغلي. صح. وبعدين لما نسوي اول طبقه اللي هي طبعا هاي الطبقه طبقه الحليب، شوفوا كيف ماسكه، يعني لازم تبرد قبل ما نضيف الطبقه الثانيه. طبعا فاحنا علميا بنكون عاملين الطبقه الاولى والان بدنا نسوي الطبقه الثانيه. الان بدي اخفف النار شوي، لازم تغلي دائما المهلبيه لازم تغلي، يعني حتى يروح طعم النشا. تغلي تقريبا نص دقيقه، بعدين نرفعها على النار وهي سخنه مباشره. باخذ الكميه وبصبها وين؟ فوق الطبقه الاولى. شوفوا المنظر محلاه، شوفوا المنظر محلاه وشوفوا التماسك تبعها.